في وسط الجزيرة العربية وتحديدا في منطقة اليمامة ظهرت الفتنة اللي أدت لوفاة كتير من الصحابة. ظهر مسيلمة بن حبيب الحنفي واللي اتشهر باسم مسيلمة الكذاب. بدأت حكايته لما جه مع وفد من قبيلة بن حنيفة سنة 9 هجرية علشان يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما انتهى الوفد من رحلتهم رجعوا تاني ومعاهم مسيلمة لليمامة، وبمجرد وصولهم بلغهم مسيلمة انه نزل عليه الوحي وانه اصبح رسول شريك لسيدنا محمد في الرسالة وانه نبي ولازم هم يتبعوه. ومن هنا بدأت الفتنة الكبيرة. بعت مسيلمة رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإني قد أشركت معك في الأمر. ويقصد هنا النبوة. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم برسالة كتب فيها: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومن هنا حصل مسيلمة على لقبه اللي لازمه طول عمره وأصبح اسمه مسيلمة الكذاب. طبعا مسيلمة بدأ يدعي إنه بينزل عليه وحي وكان بيقول كلام يدعي إنه قرآن، بس طبعا كله ركاكة وتهريج، زي مثلا: يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين عليك في الماء واسفلك في الطين. طبعا هتسأل نفسك هو في حد يؤمن بالكلام العبيط ده؟ علشان يجاوبنا سيف بن عمر عن أبيه أنه جاء إلى اليمامة فقال: أين مسيلمة؟ فقالوا: ما رسول الله؟ فقال: لا حتى أرى. فلما جاءه قال: أنت مسيلمة؟ فقال: نعم. فقال: من يأتيك؟ فقال: رحمن. فقال: أفي نور أم ظلمة؟ فقال: في ظلمة. فقال: أشهد أنك كذاب وأن محمد صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. مسيلمة الكذاب كان ليه معجزات تودي في داهية، منها أنه بصق في بير فغاض ماؤها تماما، وتوضأ فسقى نخلة فماتت، ومسح على رأس رضيع فقرع رأسه، ومسح على آخر فعقد لسانه، يعني بلغ. ودعا رجل بعينيه وجع فمسح على عينيه فعمي الرجل. طبعا قبيلة بني حنيفة كانوا شايفينه راجل ليه مكانة ونفوذ، صدقوه وبدأ نفوذه يكبر وسط اليمامة. ده كمان راح اتجوز واحدة اسمها سجاح التميمية اللي كانت هي كمان بتدعي النبوة، وكان جوازهم ده كله عبارة عن تحالف سياسي مش أكتر علشان يقووا نفوذهم ويجمعوا عدد أكبر من الناس حواليهم. في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، وبدأت حروب الردة في زمن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. جهز جيش وعين عليه سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، واللي بدوره اتجه بالجيش لمنطقة اليمامة علشان يقضي على الفتنة دي قبل ما تكبر أكتر من كده. وبدأت معركة اليمامة اللي اتسمت كمان معركة عقرباء، وكانت من أعنف وأقوى المعارك اللي خاضها المسلمين من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي اتسال فيها دم كتير من الصحابة خصوصا حفظة القرآن. وفي وسط القتال الشرس قدر الصحابي وحشي بن حرب رضي الله عنه إنه يصيب مسيلمة برمح قاتل، قدر يقضي بيه على حياة مسيلمة وينهي الفتنة العظيمة دي بشكل نهائي. وبعد ما خلصت المعركة ورجع المسلمين بالنصر، اتأثر الصحابة جدا من عدد الحفاظ اللي استشهدوا في اليمامة، ومن هنا جه القرار التاريخي العظيم بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد، وده كان بأمر من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتتابعونا علشان لسه عندنا قصص تانية ما بتنتهي. وصلى على النبي في التعليقات، ولو شاطر قول لنا تعرف ايه عن الصحابي اللي قتل مسيلمة. كان معاكم محمود عبد العزيز، سلام.